القطاعات او ما تعرف بالبلانشات دي كل انواعها، تعالوا نتكلم عليها بالتفاصيل ونقول ايه كل واحده ايه استخدامها وايه الافضل فيهم. اول حاجه واشهر حاجه القطاعه البلاستيك. القطاعه البلاستيك دي من القطاعات التقليديه والعاديه واللي ملهاش عمر من وجهه نظري. ليه بقى؟ لان القطاعه البلاستيك دي بتبقى عباره عن طبقتين، وبالذات اللي بيبقى فيها رسم ده بيبقى عليها زي نظام يعني زي نظام غلاف كده او صوره برسمه، ودي بيبقى عمرها قصير. زائد بقى ان فيها عيب تاني، العيب اللي هو البرواز ده، ان احنا لو استخدمناها في تقطيع اللحمه او تقطيع اي حاجه الميه بتخش منه كده وبتخش جواه وبتبوظ وبتعمل ريحه مع الوقت. ودي طبعا بتتجاب للحاجات اللي هي الخفيفه او الخضار او الحاجات اللي زي كده. تاني قطاعه بقى هي بتبقى الاكليريك. طب ايه هو بقى الاكليريك؟ الاكليريك برده حاجه من البلاستيك بس بيبقى اقوى وامتن، زائد ان هي بتبقى كلها صب حته واحده، يعني ان هي مش متركبه ولا مضغوطه ولا الكلام ده. طبعا دي بتبقى حلوه جدا في تقطيع اللحوم وتقطيع الفراخ وتقطيع اي حاجه من الحاجات دي. ليه بقى؟ لان الحاجات اللي فيها دم والحاجات اللي زي كده دي ما بتقبلش او ما بتشربش اي حاجه من الحاجات دي ولا ميه ولا غيره. فعشان كده لو مجرد ما تتغسل بس بميه مع الوقت لا لونها بيغير ولا كمان بتشرب ولا كمان بتعمل ريحه، فدي حلوه جدا وبتبقى افضل وعمرها اطول. اما القطاعات الخشب دي برده من الحاجات الكويسه جدا، بس بتفضل في تقطيع الخضار، تقطيع الفواكه، في تقطيع السلطات، ده في البيوت. طب ليه بقى عند الجزار بيجيبوا القطاعات الخشب ودايما بيستخدموها؟ لان عند الجزار بيستخدم لها لحوم بشكل يومي وباستمرار، فعشان كده ما بتلحقش ان هو دايما بينظفها ودايما بيقطع عليها، عكس في البيت ان احنا بنقطع عليها لحمه او حاجه كل مره. فلما بنقطع على القطاعه الخشب المسام بتاعه الخشب اللي انتم شايفينها دي بتشرب الميه او بتشرب الدم اللي بتبقى عليها مطرح اللحمه او الفراخ، ومع الوقت لو ما اتنضفتش كويس بتعمل ريحه وممكن تعمل بكتيريا ويبقى كده غلط جدا. فعشان كده انا من وجهه نظري انه يفضل في القطاعات ديت القطاعات الخشب انها تتجاب للخضار او الحاجات اللي زي كده. اما في نوع بقى اخير من القطاعات هو القطاعات اللي هي البلاستيك الورقي ده، اللي هو الحاجات الخفيفه دي بتبقى قطاعات كده حاجه فريحي، يعني اللي هو مش باستمرار. طبعا في ناس بتجيبها لتقطيع السلطات وفي ناس بتجيبها لتقطيع اللحوم، بس مشكلتها ان دايما السكاكين بتقطعها مع الوقت، فيفضل ان هي بتتجاب كده حاجه ايه، يعني ناس بتجيبها حاجه فريحي او حاجه باستمرار. عشان كده حتى تلاقوا الكيس في كذا واحده مع بعض مش واحده بس، اللي هم كانهم بيبيعوها وعارفين ان هي ملهاش عمر. دي كده كل المعلومات عن القطاعات. يا ريت لو انتم استفدتم او عشان خاطر غيركم يستفاد او اي عروسه تستفاد اعملوا لايك، مش هتخسروا حاجه يعني عشان توصلوا المعلومه لغيركم. اللايك ده بيوصل المعلومه لغيركم ويخلي الفيديو يتشاف اكتر، فعشان خاطر اي عروسه وهي بتشتري تبقى عارفه وما تشتريش وخلاص، ومحدش يستخدم حاجه وتبوظ منه بسرعه ويبقى رمى فلوسه على الارض. عايزين ندفع فلوس في حاجه تعيش معانا لاكتر وقت ممكن. شكرا.